أهلا بيكم في قناة اكتشف مصر. هتكلم النهاردة عن أنواع الخطوط. وقبل ما أبدأ أتمنى أنكم تعملوا شير ولايك وتشتركوا في القناة اللي لسه ما اشتركش، وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. أهلا بيكم مرة تانية. الكتابة الهيروغليفية هي صور استخدمت كعلامات في الكتابة، وتعبر هذه الصور عن رسوم لمخلوقات حية أو أجزاء من مخلوقات حية أو أدوات. المصري القديم عندما أراد أن يسجل أحداثه كانت الطبيعة من حوله هي مصدر الإلهام بالنسبة له، بما فيها من ظواهر طبيعية وكائنات حية، فهداه تفكيره أن ينقل بعض من هذه الظواهر الطبيعية والكائنات الحية ليعبر بالصورة عن المعاني التي يريد التعبير عنها. مثلا إذا رسم المصري القديم إنسان فإنه يقصد التعبير عن إنسان، وكذلك الحيوان والطيور والزواحف والحشرات والأشجار والنباتات والجبال والبحار والأنهار. ونجد الخط الهيروغليفي على جدران المعابد والمقابر المصرية القديمة. هتكلم دلوقتي بعد ما اتكلمت عن الخط الهيروغليفي، اتكلم دلوقتي عن الخط الهيراتيكي، وهو تبسيط للخط الهيروغليفي، بمعنى أنه اختصار للخط الهيروغليفي، وهو طريقة مختصرة للكتابة، ويعرف باسم الخط الكهنوتي. يعني الخط الهيراتيكي اللي أنا بتكلم عنه دلوقتي هو يسمى بالخط الكهنوتي، ويستخدم للأغراض العملية، ويكتب بهذا الخط النصوص الدينية والتي كان يكتبها الكهنة. ووجدنا الخط الهيراتيكي مكتوب على أوراق البردي والأستراكة اللي هي الشقافات. هتكلم دلوقتي عن الخط الديموتيقي. يعني أنا اتكلمت عن الخط الهيروغليفي وبعدين اتكلمت عن الخط الهيراتيكي، دلوقتي هتكلم عن الخط الديموتيقي. هو الخط الشعبي الذي كان يستخدم في المعاملات اليومية والأمور الحياتية، وهو خط سريع ومختصر جدا. رابع حاجة دلوقتي هتكلم عن الخط القبطي، وهو الخط الرابع والأخير، وكان يعتبر الخط القبطي هو الخط الرسمي واللغة الرسمية لمصر منذ القرن الثالث الميلادي وحتى دخول العرب. دخل العرب مصر سنة 641، وطبعا جابوا معاهم اللغة العربية. وعايز أقول إن الخط القبطي ما زال مستخدم لحد الآن كلغة في طقوس الكنيسة المصرية الأرثوذكسية. دلوقتي عايز أتكلم عن الخط العربي، وهو الخط الذي يستخدمه كل المصريين الآن في الكتابة العربية، وهذا الخط جابوا العرب معاهم عندما فتحوا مصر. ده اللي أنا كنت عايز أحكيه النهاردة. أتمنى أنه يكون نال إعجابكم وتشتركوا في القناة وتعملوا لايك. اللايك مهم يا جماعة، أرجوكم اعملوا لايك وتشيروا الفيديو ده علشان الكل يستفيد. شكرا لكم، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى قادمة. كان معاكم محمد مصطفى.
السلام عليكم.